يا مساء الفل، يا مساء الورد، يا مساء المدعكة اللي بنشوفها كل يوم بعد الفطار في شهر رمضان. هنخلي المطبخ زي الفل. وبصوا ده بعد اللهم صل على سيدنا محمد. بعد الفطار طبعا اللي عملناه مع بعض كان لازم اخلي المطبخ بتاعي زي الفل كده. ومن الاكل يعني اللي عملته انا طبعا كنت وانا واقفة بعمل الاكل. كنت بغسل كل حاجة بعمل فيها، بس طبعا الاطباق اللي كلت فيها، الصواني اللي كان محطوط جواها الاكل، اذا كان الحلل، اذا كان مش عارفه ايه، فبتجمعي برضو مواعين مهما كنت ما بتسيبيش طبق. فاصلا اول ما بتحطي اذا كانت الطبليه او اذا كانت السفره، الحاجه اللي بتحط عليها بتتملى طبعا اطباق ومعالق وكوبايات ومش عارفه ايش، كوبايات عصير وايش كوبايات ميه، فالدنيا بتتملى بقى مواعين. فقلت بقى اشجعكوا كده وتقوموا تتنشطوا وتاخدوا قطعة من النشاط. ولو عندك شوية مواعين يلا قومي اغسليهم وتشجع، وشوفي لو وراكي اي حاجة كده قومي تشجع معايا. بدأت بأول حاجة الرخامة كده، بحس لما بتبقى رايقة يبقى المطبخ كله خلاص بقى رايق ومبقاش فيه اي حاجة. خليته زي الفل. اول حاجه الرخامه، وحشت الحاجات اللي على الميكرويف، قلت عشان امسح الميكرويف عشان طبعا جنب البوتاجاز عادل، فممكن بيطير عليه دهون، يطير عليه حاجات من دي. فيوميا كده بعد ما بعمل الاكل او اعمل اي حاجه اروح مسحاه على طول على السريع. واجمع بقى كل المواعين في الحوض بتاع المطبخ. ادام جمعتهم في الحوض بيبقى خلاص مفيش غير المواعين اللي تبقى في الحوض، يعني قبل ما بتروج وكده. ويبقى البوتاجاز مثلا لو عايز يتغسل، صلى على الرسول عليه أفضل الصلاة والسلام، صلاة تنفك بها الكرب وتنحل بها العقد، ويا رب فرج هم كل مهموم. قول اللهم امين. عارفين لو تعلموا ما في الغيب لاخترتم الواقع. الحمد لله على كل حال، نحمد ربنا الحمد لله. والله ما يعلم باللي في قلبي غير رب العالمين. ما شاء الله خليت الرخام بقى زي الفل وبتنور. ودي المواعين طبعا اللي كنت حاطه فيها الفطار. وكنت عايزه احكي لكم قصه كده وانا قاعده بسمع على التليفون، سمعتها على اليوتيوب وعجبتني جدا. بتحصل في الواقع اليومين دولت. يعني ما تزعليش من اي حد اذاكي في حاجه وحشه، هتتردله لو بعد سنين السنين. فالقصه دي عن الواحده كانت مش بتخلف، وسلفتها كانت بتخلف ومعاها ولد صغير، وسابتهولها وهي بتخبز يعني جات لها خليه معاكي لغايه ما هروح مشوار وهرجع. طبعا بعد ما هي مشيت وهي بتخبز راحت سلفتها من الكتر الحقد والغل اللي في قلبها، رمت الطفل في الفرن اللي هي بتخبز فيه. واول ما جت سلفتها بقت تصرخ وتقول على اساس يعني بقت تصرخ الصرخة اكنها ما شافتش الطفل ده وهو داخل الفرن خالص. فلف الزمن وخلفت 5 اطفال، ودخلتهم طبعا علشان يذاكروا وقفلت عليهم الأوضة. وكانوا زمان الناس بيحطوا اللي هي الأباجورات والحاجات اللي زي دي، فالأباجورة ولعت في الأوضة طبعا. وعقبال ما الناس خبطوا عليها وصحوها من النوم كانوا ال5 أطفال توفاهم الله. شايفين رحمة ربنا. فيعني هي بقى الست بقت ماشية بقى تصرخ في الشارع وتقول بقى يا رب خدت قدام 1 5. فالناس عرفت القصة من هنا ان هي اللي قتلت الطفل الصغير وعرف. وهي بقى اتجننت وبقت بتمشي في الشارع تصوت وتقول لا يا رب خدت قدام 1 5. يعني الواحد ما يأذيش حد حتى لو بكلمة. دايما نقول الكلمة الحلوة هي اللي هتقعد لنا في حياتنا. يعني عارفين الموت على كتافنا كل لحظة بيعدي علينا كام مرة. دايما ما نزعلش حد حتى لو اللي قدامك ده جاي عليك. دايما انت ما تجيش عليه. خليك دايما انت اللي بتسامح، وانت اللي قلبك ابيض وفيك الطيبة. بص ربنا ما بيعديش حاجة على حد خالص والله. دايما والصبر مفتاح الفرج. ربنا يفرج هم كل مهموم وقول اللهم امين. وعايزاكوا تدعولي دعوة كده حلوة من قلبكم، لاني بجد والله محتاجة الدعوة دي. عارفين البني ادم الطيب اللي هو طول الوقت مش بيحب يزعل حد، ودايما كل اللي حواليه بيجوا عليه وياخد كل حاجة
بهزار ومع ان هو بيبقى متضايق من الهزار بتاع اللي قدامه، هو مش بيبقى بيهزر، هو بيقوله جد. بس اللي يعني بيبقى مستقبل منه كل حاجة. يا رب تكونوا وصلتوا للجزء ده من الفيديو، وتكونوا دعتولي دعوة حلوة من قلبكم. يا رب فرج هم كل مهموم، ويا رب ما كنش دخلت عليكم اي طاقة سلبية، واكون اعطيتكم كل الطاقة الايجابية زي ما انتم متعودين معايا في كل الفيديوهات بتاعتي، ان انا ببقى طالعة اديكم طاقة ايجابية وبحمسكم واديكم نشاط وكل حاجة حلوة. عايزاكم ترفعوا لي الفيديو ده لاكبر عدد من اللايكات، اني بجد والله تعبانة جوه في القناة، ونفسي الاقي تعبي ده ومجهودي، نفسي الاقي التعب بتاعي، نفسي افرح بالشغل. انا ببقى والله العظيم ببقى متحمسه ان انا هطلع اعمل لكم فيديو، بس نفسي زي ما اي حد بيلاقي تعبه يعني قدام مقابل، بس فما ما فيش اي يعني ما اتعب في القناه، واللهم لك الحمد والشكر. مفيش اي حاجه داخلالي منها لغايه دلوقتي. انا بقالي 3 سنين على القناه، عمري ما طلبت من حد ان انا مثلا، اللهم صل على سيدنا محمد، ان انا تعبانه مثلا في القناه وان انا اسمعوا لي الاعلان لغايه الاخر، ولا بقول اي الكلام ده. انا بقول اعملوا لي لايك وادعوا لي دعوه حلوه، لكن ما بقولش مثلا اسمعوا الاعلان لغايه الاخر. بقول ان نفسي املي في ربنا ان القناه دي تكبر ويكون داخل لي منها مصدر رزق كويس اساعد بيه، بس في اي حاجه في الحياه اللي احنا فيها دي. الحمد لله والله العظيم الحمد لله احنا مستورين واحسن من غيرنا، بس انا نفسي الاقي التعب بتاعي، حتى لو يعني الاقيه بس كده مره. بقالي كتير منتظره وما ادعي ربنا وبقول الحمد لله الحمد لله. انا بدعي ربنا دايما الحمد لله على كل حال، وراضيه بنصيبه وراضيه بكل حاجه. الحمد لله يا رب، بحمدك على كل شيء. الحمد لله. يا رب يا رب تكونوا ما خدتوش اي طاقة سلبية خالص، وتكونوا خدتوا كل الطاقة الايجابية والنشاط والتحمس كده زي ما انتم متعودين معايا. ويا رب تستفادوا من اي معلومة، ويا رب كده الفيديو يكون عجبكم وينول رضاكم. ويلا قومي كده تشجعي، لو وراكي اي حاجة يلا قومي كده اعمليها وما تكسليش، وعودي نفسك بعد ما اول ما يعني تخلص افطار كده على اخر لقمة بتاكليها تقومي على المطبخ، وبعد كده تاخدي الشاور بتاعك الحلو، وتقعدي بقى ايه تصلي مثلا التراويح، تروحي تصليها في الجامع. يا سلام بقى لو رحت صليتها في الجامع ليها طعم تاني. ولو مش قادرة تصليها في الجامع صليها في البيت انت واهل البيت اللي موجودين معاكي، او لو كنت لوحدك وشغلي قرآن كده جنبك، هتلاقي كل الطاقة الايجابية دخلت عليكي ويا سلام كمان لو شغلت شوية بخور كده يعملوا روح حلوة في البيت ويدخلوا كل الطاقة الايجابية، وتفتحي بقى الشيش بتاع الشبابيك، تفتحها كده بعد المغرب. وطبعا اكيد الدنيا هتبقى مروجاها ومنضفاها ومخليها زي الفل. واهم حاجه بصوا، طول ما المطبخ نظيف، انا بالنسبه لي يعني طول ما المطبخ نظيف كل حاجه بقى سهله وبتتعمل بكل سهوله. هو والغسيل يعني دولت ادام معمولين كل البيت بيبقى نظيف وما بيبقاش وراك اي تعب كده ولا مجهود، كله سهل. اللي بياخد المجهود كله المواعين والغسيل. ان انا طبعا كل غسيلي بحب ان انا اغسله على الغساله العاديه، ما بغسلش غير قليل جدا على الغسالة الكاملة لما بقى تعبانة، لما بقى ما عنديش طاقة كده ان انا اغسل عليها، فبروح غسل عليها. بعد ما خلصت بقى المواعين صراحة ما اخدتش في ايدي، رحت بقى البوتاجاز لما من سليق المكرونة طبعا اللهم صل على سيدنا محمد. المكرونه وهي بتتسلق بتغلي كده، حتى لو رفعت الغطا شويه برضو بتغلي. لازم كل ما اعمل مكرونه بشاميل تفضل تفور كده على البوتاجاز وتبهدل لي الدنيا. بتضايق صراحه منها جدا، ببقى متعصبه كده وانا بعمل المكرونه بتعصبني لما بتغلي وتتكب. ما بحبش اعمل حاجه كده وتفور مني على البوتاجاز. بقلل الميه في الحله على قد ما اقدر وبرضو بتفور. انا مش عارفه اعمل ايه صراحه في المكرونه اللي لما باجي اسلقها بتفور مني دايما. ما فيش مره عملت فيها
غير لما فارت مني على البوتاجاز، وانا بتضايق صراحه لما الاقي البوتاجاز مش نظيف. اهم حاجه عندي البوتاجاز كده بيبقى بينور، واحب اعمل عليه الاكل وهو نظيف، اكيد كل الستات طبعا زيي. بحس كده يعني عندك كل الطاقه الايجابيه وانا البوتاجاز بتاعي نظيف وانا بعمل عليه الاكل. تحس ان انت بتعمل الاكل كده بمزاج وعندك ايه يعني، عايزه تطلع الاكل ده، ولا الشيف الشربين ولا الشيفه هاله. بحس نفس الشيفه هاله خالص وانا بعمل الاكل. يعني بحب ان انا اطلع كده مظبوط. اكيد كله حابب ان هو يطلع اكل بيته في احسن حال. ربنا يحسن ما بين ايديكم يا رب العالمين، ويجعلكم شاطرين، ويجعلكم كل حاجة حلوة بتتمنوها. عارفين اليوم ده، وانا يعني انا طبعا بسجل لكم الفيديو اول مرة، مش كل مرة بسجله صراحة في نفس اليوم. النهاردة اسجل لكم في نفس اليوم. بعد ما خلصته كده يعني بعدها بشوية كتار، حوالي ساعتين 3 4 5 6، ان الوقت متأخر دلوقتي ما بسجله، بس في نفس اليوم يعني بالنسبة لي. كنت قاعدة قبل ما انضف المطبخ كده، قعدت قرأت ألم نشرح لك صدرك، فوضعنا عنك وزرك الذي أنقذ ظهرك، ورفعنا لك ذكرك، فإن مع العسر يسرا، إذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب. الصورة دي جميلة جدا، بتريح النفسية، ولو جريتيها كتير 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 يعني طول ما انت قاعدة ودعيتي اي دعوة، ان شاء الله ان شاء الله هيحقق لنا كل ما نتمنى يا رب العالمين. وبتريح كده، انا يعني بحس لما بقراها الراحة النفسية بتاعتي بترتاح، هي وسورة الإله في قريش. كل سور القرآن حلوة وبتريح النفسية، بس السورتين دولت يعني حلوين قوي. ولما يعني بتعوزي كده تريح نفسيتك، هما يعني بيريحوا النفسية جدا. فيا رب يسعدكم ويسعد ايامكم، ويجعل ايامكم كلها فرح وهنا وسرور. وما تنسيش بقى لو وصلت للجزء ده من الفيديو تشيريه لكل اصحابك عشان يتشجعوا كده معانا وياخدوا كل قطعة من النشاط. حبايبك واصحابك بقى واخواتك وشهيصيلي الفيديو كده ودلعيني. عايزة اتدلع النهاردة، عايزة الفيديو يتدلع على الاخر. ان انا دلعت المطبخ صراحة وخليته زي الفل، طلعت منه ريحة الطبيخ خالص، وخليته كده ريحته دوني وريحة الاريال والحاجات دي، عشان بتضايق جو من ريحة الاكل لما تبقى موجودة في المطبخ. مش ريحة الاكل اللي هو الاكل، يعني ريحة الدهون لما بتتراكم على بعضها كده بتعمل ريحة. بس بقى بعد ما خلاص كده خلصت البوتاجاز، فاخر حاجة بعملها اللي هي الرخامة. بحوش كل حاجة من عليها يعني، عشان اغسلها كده كويس. بحوش اللي هي علقت المجات وشايلة المعالج وطقم التوزيع الصفاية اللي هي بتاع كل حاجة بحوشها من عليها عشان ادعك وبقى كويس. انا عاملة لوفتين، لوفة للرخام والبوتاجاز، ولوفة للاطباق يعني والكوبايات. لما بوصل بقى للمرحلة دي اللي هو بعد ما خلاص خلصت المطبخ يعني تنظيفه كده، ببقى مبسوطة يعني خلاص بقى الدنيا بقت نظيفة، لدرجة ان انا يعني ايه ببقى جربت ازغرط ولا ارقص وانا بعمل من كتر النظافة، ان انا ببقى بتضايق جو من منظر الحوض، وببقى عايلة همه، واقول ياه مسؤولية جامدة دي، مسؤولية. يعني لو اي حاجة في وقت تاني في المطبخ ياه بتيجي في كام ساعة تعمل الاكل، وتيجي في كام ساعة تاني فبشجع نفسي وبشجعك وبنتشجع كلنا، بص بنتشجع من بعضينا. تحس ان احنا بنقضي طول اليوم في المطبخ، يعني هو بندخل الاوض على النوم. فالمطبخ ده غدا فطار عشاء سحور مش عارفة ايه، فطول الوقت واقفة فيه. الله يعيننا ويدينا الصحة ويقوينا ونشوف شغل بيتنا بأكمل حال. ربنا دايما يدينا الصحة، ونقول الحمد لله على نعمة الصحة ان احنا بنقوم نشوف شغل البيت بتاعنا، ما بنحتاجش لأي حد. الحمد لله على كل حال. والله بحمد ربنا ان انا بشوف شغل بيتي وما بحتاجش لحد. الحمد لله الحمد لله. ربنا يجعلنا دايما حامدين وشاكرين على كل حال يا رب. عارفين من حمد ربنا زادوا، يعني زادوا بالصحة والستر وكل حاجة حلوة. ربنا يجعلنا دايما مستورين يا رب العالمين. خلاص بقى خلص المطبخ المواعين يعني، ما قعدش بقى غير الارضيه. اهم حاجه في المطبخ بقى الارضيه، لازم كده تفحفحها بالاريال وبالكلور والدوني. انا صراحه الكلور لما حطيته مع الدوني مع الاريال عطى ريحه تاني
في المطبخ كده، عطى ريحة جميلة، نضف الأرض، ما خلاش فيها أي ريحة وحشة كده، ما خلاش فيها دهون. المجشة بقى بتطلع لك كل حاجة في الأرضية. طبعا حشت التلاجة عشان جه تحتها مية ونشفت تحتيها. شايفين ما شاء الله المطبخ بقى بعد ما نضف بقى زي الفل. ما تنسوش بقى لو عجبكم الفيديو لايك واشتراك في القناة عشان يوصل لكم مني كل جديد. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.